السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في صحة وسعادة وخير وهنا دايما ان شاء الله. التاريخ موجود قدامكم على الشاشة اهو، موثقة القناة، ولكن ما بنلتزمش بيه. قراءة مفتوحة، اتفرج عليها في اي وقت، واللي عنده اي سؤال يكتبه في كومنت، بس برد على كل الاسئلة. بس ما تنسنيش باللايك والاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل الجرس للكل عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. اهم حاجة في كل ده اللايك يا جماعة، لان اللايك هو اللي بيخلي الفيديو بتاعنا يتشاف. غير كده بتتفرج وما بتدوس لايك الفيديو بنزله زي قلته ما بيجيبش مشاهدات. تمام، لان ناس كتير اوي بتتفرج ومش بتدوس لايك، فبلاش يا جماعة بالله عليك تدوس لايك. ويلا بينا نشوف قراءتك. ناس كتير قوي منكم بتشعر بانكم مظلومين، ولكن بتشعروا بالظلم دايما ان انتم مظلومين في امور معينة او من بعض الاشخاص المحيطين او من ظروف انتوا فيها مظلومين فيها وضعكم يعني. ولكن عندك نصرة هتأتي لكم قريب جدا ان شاء الله. النصرة على اي شيء انتم مظلومين فيه، على اي شخص ظالمكم، عندكم نصرة عن قريب. كمان يمكن البعض منكم يتعلق الامر بتاعكم بالقضايا، او من الناحية العاطفية مثلا. فشايفة اني مثلا لو في خلاف او حاجة او بعد، فشايفة ان في عودة. وكمان انا متوقعة لكم ان هيكون في تغيرات ايجابية، لو من ناحية عاطفية او من ناحية قضائية او ايا كان ايه الامر بيتعلق بايه. فشايفة اني عندك تغيرات ايجابية. البعض منكم يعني ممكن تتورط في جدال او نقاش، او بالفعل احتمال انك تكون مريت بالطاقة وتورطت في جدال او نقاش، ولكن في خلال شهرين هتحدث تغيرات ايجابية في حياتكم. لو كان حصل شيء من اتورطت فيه بسبب جدال او نقاش وكده، في خلال شهرين في تغيرات، يعني هيحدث تغيرات كده هوت ايجابية في حياتكم من الناحية دي. بعضكم عندكم كده تفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني بطريقة ملحوظة انت عندك تفاؤل في شيء ما، في شيء معين عندك تفاؤل فيه انه يكون ايجابي، او في العموم يعني انت انسان متفائل. وخليك دايما كده متفائل وربنا هيكبر بخاطرك. وخليك دايما متفائل، والتفاؤل يعني تفائلوا بالخير دايما تجدوه. هو دايما كده اللي بيتفائل بالخير بيجده، اللي بيتفائل بالشر برضو بيلاقي. فدايما نكون بالشكل ده. في دعوة لحفلات، لاحتفال، في دعوة لحاجة زي كده خلال أيام قليلة أو عن قريب يعني. في حضور كمان للبعض منكم، زي ما يكون عشاء رائع أو حفل زفاف، واحتمال تكون دعوة لزيارة صديق أو لقاء في شيء زي ده. بعضكم عندكم أصدقاء طيبين ومخلصين، والأصدقاء ديت هيخبروكم بشيء، وده بشرة ليكم وكمان للبعض منكم. غير ان هم يخبروكم كمان ان الاشخاص ديت هتستفادوا منهم بشكل كبير. الاشخاص اللي هم المخلصين الطيبين من اصدقائك. ممكن يكون ان للبعض منكم ان الاصدقاء دول مش موجودين معاك، ولكن هيكون لك اصدقاء هتستفاد منهم بشكل كبير، واصدقاء طيبين ومخلصين ليك. عندك تحسن لأمور تعباك بكل الطرق، يعني
فشايفة اني عندك تحسن وفي ترقية بالعمل، عندك كمان ترقية بالعمل. في نتيجة عمل وجهد، انت هتطلع بنتيجة فيها عمل وجهد، فيها نتيجة، بتجتهد بقى، بتعمل بشكل فيه جهد وكده، لا في نتيجة. وكمان شايفة ان عندك هدية ومكافأة هتحصل عليها في الطريق ليك هي ان شاء الله. شايفة ان هي لا هتحصل عليها قريب، هدية مكافأة، واي حاجة بتجتهد فيها تبقى فيها نتيجة على فكرة. الأغلبية منكم بتحسوا بتعب في الجسم ووجع بالعظم، شايفة ان أغلبية البعض منكم كده، تعب في جسم، خمول، كسل، وجع، حاجات بتألمكم، وجع في العظم، شيء زي ده. بعضكم عندكم قلق وتوتر وكوابيس وقت النوم، بيحصل ده قلق، توتر، كوابيس وقت النوم بتاعكم. بصوا يا جماعة، اللي بيعاني من ان هو بتجيله كوابيس وكده، يعني قبل ما ينام يكون كده ايه، اي الاذكار، يشغل قرآن جنب منه ناموا عليه. يعني سورة البقرة دي يا جماعة شغلوها جنب منكم وناموا عليها، ودايما كده تشغلوا قرآن كده جنب منكم، هيهدئ أعصابكم. وكمان تكون على وضوء وانت نايم، وتنام على جنبك اليمين الأول، وتستشهد الأول وتنام على جنبك اليمين، وتقرأ القرآن بتاعك، الفاتحة وسورة الإخلاص وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وكل ده، ونام، توكل على الله ونام، مش هتكون في أي حاجة. حتى البعض منكم لو بتعاني من قلق وتوتر وقت النوم، اعمل كده، مع الوقت هتلاقي نفسك ان انت بالاستمرار بتعمل كده، تلاقي مع الموضوع معاك اتعمل. شايفة ان عندك عجلة حظ معاكم الفترة اللي جاية، في اي شيء راح يكون لكم في حظ ان شاء الله. يعني مش بقى حاجات كده بتتعقد منكم، لا، الفترة اللي جاية ان شاء الله هيكون لكم حظ كبير. كمان عندكم عرض عاطفي، في صلح وفي رجوع بعد إشارة واحدة. يعني ايه إشارة واحدة؟ يعني ممكن بعد يوم، بعد يومين، بعد يومين ايه، بعد يوم، بعد شهر، مش اكتر من كده، بعد ساعة. ففي هنا عرض، في صلح، في رجوع. عايزاكم، هي بكل قليلة يعني منكم بالنسبة للرجالة كمان، انتبهوا من العلاقات اللي فيها حظر وكده، لاني شايفة ان البعض منكم ممكن يحدث حمل. يعني ايه يعني العلاقات اللي فيها حظر؟ يعني لو البعض منكم في علاقة مش، يعني في علاقة مع شخص بس مش متزوجه او حاجة، او عاملين حظر بان ما يكونش فيه اولاد دلوقتي او حاجة زي كده، تمام؟ فخدوا بالكم من حاجة زي دي، هي بقولة قليلة جدا، يعني بنسبة كام؟ يعني بنسبة 2% منكم، مش هننطبق مع الجميع. يعني قراءة عامة وليست خاصة، عشان محدش ياخد الكلام على نفسه، لا، القراءة عامة وليست خاصة. طيب البعض منكم انتوا بتفكر في مبادرة شيء، انك تبادر بحاجة، ان يكون في مبادرة، او انك بتفكر في مبادرة شيء ليك، يعني ان حد يبادر بحاجة ليك. فشايفة ان هتجيلكم المبادرة دي بعد إشارة، بعد إشارة إن شاء الله. في شيء قديم
حاجة قديمة ليكم بتموت، شبه ان هي بتموت خلاص، بتختفي تماما، وحياة بقى جديدة لشيء آخر لحياتكم. يعني شايفة ان في حاجة خالص بتقفلوها خالص بتموت، ممكن تكون صفحة جديدة، صفحة قديمة بتقفلوها خالص، بتفتحوا بقى ليكم حياة جديدة، صفحة جديدة في حياتكم. كمان شايفة ان بعضكم بقلة قليلة، مش بقلة قليلة قوي، يعني اقدر اقولك يعني بنسبة متوسطة كده، يعني في قرار انتوا خدتوه او انكم هتاخدوه او حاجة لعدم رجوع لشيء من الماضي. ومش شرط يكون شخص، هو بنسبة كبيرة انه شخص، ولكن البعض منكم لا، الرجوع ده مكان، او الرجوع ده لذكريات، او حاجات انتوا كنتوا فيها كانت تعباكم بتمروا بيها، خلاص رافضين ده تماما انك ترجعوا لشيء من الماضي، او حد كان، اشخاص كان ما بينكم وبين بعض صلة وقطعتوها خلاص. فشايفة ان في شيء زي ده قرار خدتوه او انك هتاخدوه بالشكل ده. شايفالك كمان عندك عتبة جديدة كسكن، او عتبة مكان عمل، هي حاجة فيها يعني عتبة عليك جديدة انت داخل عليها، او انت ممكن تكون فيها حاليا، ده للبعض. مش شايفاها عتبة الخير، عتبة كويسة افضل من العتبة اللي انت كنت فيها. عندك فك كرب كمان ان شاء الله، فك كرب، وشايفة انك انت محتاجه، يمكن بتدعي بيه كمان، يعني بتدعي بفك الكرب. بكده انا خلصت قراءتكم، اتمنى منكم اللايك والاشتراك لو انت مش مشترك، وبحبكم كتير وبحبكم جدا جدا. باي باي حبايب قلبي، بتمنى لكم كل خير.